السلام عليكم. اتطلب مننا أكتر من مرة إن إحنا نتكلم على تعديلات لمواتير تانية غير مجموعة فاج ومجموعة بي ام دبليو. النهاردة معانا محمد نشار من ناش تيوند هيتكلم معانا على التيونينج كده بصفة عامة وشوية كلام بعالم التيونينج، وبعدين في آخر الحلقة إن شاء الله هنخش شوية على ميتسوبيشي والمواتير بتاعتها ال 4 جي سيريز وال 4 بي سيريز اللي معاه لانسر 1600 اللي معاه المايفيك ال 2400. هنتكلم على الكلام ده في الحلقة دي بإذن الله، وفي الحلقة الجاية هنكمل كلام برضو مع محمد نشار على شوية مواضيع تانية مختلفة خاصة بعالم التعديل والتيونينج والحاجات اللي هو اشتغل فيها. اهلا وسهلا، انا محمد النشار. الناس كلها عارفه ان اسمي نشار على طول. عندي مركز تعديل عربيات اسمه ناش تيوند في العبور. انا في الاساس كنت تيونر، بس لما لقيت نفسي على طول بخش في الميكانيكا وبخش في الكهرباء وبخش في مشاكل العربيه زي ما بتقول كده مجبر. فلقيت نفسي لا خلاص طالما دايس وكده، فاضطريت ان انا ابدا بالمركز اللي هو اللي في العبور ده. يعني انت خلينا نقول فول سيرفيس بيرفورمانس شوب، آه، بتعمل البيلد وبتيون عليه. تقريبا فل، يعني في حاجات قليله ما بنعملهاش، بس هو تقريبا فل من اول ما العربيه تبتدي خالص وهي ستوك لحد كل اللي نفسك فيه بيبقى عندنا السبيشالتيز فابريكيشن، وايرنج، كهرباء، وتيونينج. ماركات عربيات معينة؟ لا، ما هو دي الفكره، ان انت دلوقتي اصلا انت ممكن تلاقي عربيه واحده تحت الكبوت، عربيه ماركه وتحت الكبوت مثلا في 7 8 ماركات عادي. تلاقي حاجه من فولكس، حاجه من شيفروليه، حاجه من فورد، حاجه من ميتسوبيشي كده. الناس بتيجي تطلب منك ايه او يسألوك ايه؟ الناس بتيجي بالبوتنشال اللي عندها او الامكانيات اللي عندها في العربيه، تقدر توصلها لفين بتعديلات ايه، خلاص within budget ايه. اوكي. يعني كل واحد مثلا عنده شاسيه معين في موتور معين، يبدا يقول لي الموتور ده يقدر يوصل لكام حصان. تمام. مثلا باور عالي، مثلا يقول لي انا اقدر بالسيت اب اللي عندي ده خلاص امسك جريب يقدر يديني اكسلريشن قد ايه، ازاي، ايه البورتس اللي اجيبها. بما فيه ان انت لو هتعمل حاجه ستاند الون اي سي يو او هتعمل حاجه بيجي باك اي سي يو، برضه بتريكومند براند او بتريكومند حاجه معينه. ده لان اساسا امم كل اي سي يو، كل براند اي سي يو ستاند الون اي سي يو بالذات، طالما انت ذكرت الحته دي، كويس في حاجه. امم ومش بس كده، اصلا في اي سي يو مثلا معين معروف ان هو بتاع الفيتشر دي. في اي مثلا لو انا عندي فتيس ديول كلاتش دي اس جي، فانا الناس كلها هتلاقيها لو انا خلاص هحط ستاند الون اي سي يو وعندي ديول كلاتش، هتلاقيهم بيحطوا 2 ماكس اي سي يو واي سي يو ماستر. هم دول اللي فيهم الفيتشر اللي هي بتطلع للميكا بتاعه الدي اس جي القرايه اللي بتخليه يشتغل، اوكي. ويحط بقى لاين بريشر ويحط غيارات والكلام ده كله. اوكي. فهي بتبقى منها ريكومنديشن، بس في ساعات بيبقى اي سي يو معين لفيتشر معين انت عايزها لعربيتك دي. وفي ساعات على فكره في عربيه مثلا، اخر عربيه مثلا مركب لها اي سي يو كانت ايفو اكس، مركب لها ستاندرون اي سي يو اسمه سايفكس، ده قليل قوي في مصر. تمام. وهو بيختار البارتس للعربيه. خلاص، هي العربيه دلوقتي دي هي فيها الفتيس الاس اس تي اللي هو الديول كلتش بتاع الميتسوبيشي اللي هو بيبقى من شركه جيتراج. فبيقول لي انا عايز ستاند الون، فبقول له خلاص مفيش غير سايفكس. يعني موتك بيشغل الاس اس تي ده، بس كان برضو ابعد شويه، بس هو كان مناسب للعربيه سايفكس. فاللي هو هجيب ايه؟ سايفكس. خلاص هو ده اللي بيشغل دي. وبينزل كمان بلاج اند بلاي كيت، ماشي، وايرنج ادابتر كده بيركب على طول، بتغير في كام حاجه بسيطه وبيشتغل. وبيكلم العربيه وبيكلم الكان باص بتاعها وبيكلم كل حاجه، بحيث ان العربيه كلها خلاص كل الكمبيوترز التانية اللي فيها تتكلم مع سايفكس كأنه الكمبيوتر اللي ستوك. خلينا نرجع خطوه لورا. مم. انا دلوقتي واحد جيت وبقول انا عايز اعمل بيلد لعربيه او عايز اعمل بروجكت على عربيه، ايه الليميتس المعينه اللي عموما بتخليك تبتدي تفكر ان انا هكلمه في ستاند الون اي سي يو او حتى بيجي باك، او ان الاي سي يو بتاع العربيه مش كافي اللي انا عايز اعمله؟ حلو، كويس قوي السؤال ده. ان هو دلوقتي انا دلوقتي كل عربيه فيها اي سي يو نازله فيه. عربيه ان اي في كنترولات ستوك، في ستوك اي سي يوز بيقدروا ان هم يبقى مثلا اعمل ريسكيلينج للماب سنسور يفهم بوست في اي سي يو لا. فساعتها اقول له لا والله، انت لو هتحط تربو على العربيه دي اللي هي نازله من غير تربو، هنضطر اول حاجه نحطها اي سي يو، لان الاي سي يو بتاعك ده عمره ما هيفهم البوست
اللي داخل اللي هو البوزيتيف بريشر اللي هيقدمها ايه التربو تشارجر اللي هتركبه. في عربيات لا، في عربيات والله لا انا اقدر من كاليبريشن الستوك اي سي يو اعمل ريسكيلينج للماب سنسور، احط ماب سنسور تاني يفهم بوست عادي. فعلى حسب ايه كمان بقى يعني ده اكزامبل برضو واحد مثلا عربيته هتمشي ايثانول ولا عايز مابتين، اقول له لا والله الاي سي يو بتاعك ده الليميت بتاعه واقف هنا. واحد عايز بقى اوبشنز رالي ستايل انتي لاج بقى الحاجات بقى الاوبشنز اللي هي بتاعت الريسنج دي، رالي ستايل انتي لاج لونش كنترول الحاجات دي كلها. فبقول له خلاص يعني ممكن في والله في اي سي يوز برضه فيها ديوال مابس. يعني الميتسوبيشي الاي سي يو الستوك بتاع الرالي ارت والايفو اكس في ديوال مابس وكده بيفهم تربو، في اوبشنز كتير جدا. بس مثلا يجي يقول لي لا انا عايز رالي ستايل انتي لاج، لا والله مش هنقدر، هنضطر ايه نجيب ستاندرد اي سي يو. بس اغلبيه البروجكتس اللي عندك او اتليست اللي موجوده على السوشيال ميديا عليها حاجات بيلدز ميتسوبيشي، تقريبا 7 أو 8 عربيات ما شاء الله. وكلهم بديفرنت باور ليفلز، كلهم اي ثينك مش كلهم نفس المواتير، وحتى على عربيات او جنريشنز مختلفه. مظبوط. ايه الجايد او ايه الحاجه اللي انت بتمشي عليها، ايه الكرايتيريا؟ يعني لو انا واحد جاي لك دلوقتي النهارده بعربيه ميتسوبيشي، ايه اللي نقدر نعمله كبروجكت؟ امشي معايا في السلم خلينا نقول بتاع ميتسوبيشي. طيب تمام. احنا في الميتسوبيشي الاربعه سلندر تقريبا ما فيش موتور ما عملناهوش. انت بعربيه لانسر اللي هي البومه بالموتور بتاعها الاصلي، تمام. والله بيجي واحد يقول لي انا عايز باور زياده، تمام. فبقول له وقت ما عملنا عربيه 1600 سي في تي تربو كان الحاجات رخيصه قوي على ايامها. فقدرنا ان احنا بادجت صغيره نقدر نعمل العربيه دي، تقريبا كانت 170 حصان، وكان صاحبها مكتفي بالباور ده جدا، وكان السيت اب يا دوبك على قد الباور اللي هو عايزه، هو كان فرحان بالعربيه على كده، تمام. ده يوم ما قال لي انا عايز اكتر دلوقتي ان انا اختار بلاتفورم ابدا بيها، ماشي، ان انا اعلى منها الباور معين هيبقى معقول وفي بادجت ومفيش تكسير ومفيش الكلام ده كله، خلاص. لكن بلاقي نفسي عند الباور الاعلى لا انا احسن لي ارجع خطوه لورا اختار بلاتفورم تانية هيبقى اسهل لي وارخص لي بكتير الابجريد فيها. اللي عنده اللانسر السنجل كامل 1600 سي سي اللي فيها 50 سي في تي ده يقول لي لا والله انا عايز 500 حصان. هل انا دلوقتي خلاص ما اقدرش ان انا اطلع 1600 ده 500 حصان؟ هقدر، بس هيبقى اشتري عربيه جديده. هيبقى لا مش كده بس، هيبقى فراجايل جدا، هيبقى يعني ممكن يتكسر في اي وقت. هاي سيلندر بريشر معناها ان انا بطلع باور كبير من موتور صغير، ده كده كده حاجه ملهاش كبير، كده كده برضه وارد انها تتكسر اكتر بكتير من عربيه تانية موتور تاني فيه لو سيلندر بريشر لو على نفس الباور. فباجي اقول له لا والله انت استثمارك ده ابداه من ايه الفورجي 63، ابداوا من الفورجي 69 على فكره اللي هو 2.4 اللي هو المايفيك اللي هو بيبقى سنجل كام فرونت ويل درايف، بينزل فرونت ويل درايف سنجل كام، ده ممكن اقول له ابدا بيه خلاص. فده الاستثمار بدايته بلاتفورم خلاص تساعده على كده. فعلى حسب انا ده قال لي والله لا انا عمري في حياتي ما هعلى عن الايه ال 170 هورس باور دول، ولا هي العربيه كده هتبقى مكيفاني قوي خلاص تمام. ساعتها اقول له لا خليك في ايه موتورك في عربيتك الاصلي اللي نازل فيها تربو كيت وخلاص، تمام. إيه نفس الكلام 2.4 مايفيك، واحد 2.4 مايفيك قال لي انا عايز 300 حصان اللي هو ال 4G 69 اللي هو ال 4G 69، هقول له والله هتحط تربو كيت برضه وخلاص. جاي قال لي انا عايز ايه 500 600، اقول له لا احنا هنشيل هنحط 4G 63 ابجريدز فيها تبقى اسهل بكتير، استثمارك هيبان. الابجريدز انترنال انترنال واكسترنال طبعا، يعني اكسترنال اصلا اكتر من انترنال. اكزوست مانيفولد تربو تشارجر انتركولر فيول سيستم، المواتير دي اصلا الليميتيشنز دي كل الليميتيشنز اللي نازله فيها كلها اكسترنال. يعني انت لكن عشان تلاقي الحاجات دي لل 2400 مايفيك اصعب بكتير بكتير بكتير. الموتور ملوش سبورت وملوش ناس معدلاه كتير، زي يعني في ناس معدلاه بس الناس مش مع الناس اللي معدلينه جلوبالي مش كتير زي ال 463. 463 بحر. وعايز اقول لك على حاجه، في حاجه بتحكمك، يعني انت ممكن يبقى عندك موتور احسن من موتور احسن من موتور تاني، تمام، بس اختار الموتور الاقل علشان الافتر ماركت سبورت. الافتر ماركت سبورت ده بياخد العربيه كلها من حته لحته تانية خالص. لو بتكلم على باور ليفلز فال 2400 المايفيك عاده بيفضل ستوك او ان اي
اللي هم ال 4G69 مش بيفضل، لا بنحط له تربو بتقدر تشارج. تحط له تربو، بيبقى بس سقفه ايه؟ بيبقى سقفه هم عشان يبقى ماشي ريلايبل حلو يبقى سقفه 300 حصان تقريبا. تمام. بعد كده خلاص ممكن تعمل له بيلد. على فكره في ميزه خطيره ان هو 4G6X دي بتبقى زي سلسله، تمام. السلسله دي بتشير بارتس كتير جدا مع 4G63. فانا ممكن اجيب ابجريدد اويل بامب بتاعت 4G63 بتاعت ايفو احركبها على الموتور تركب ولا كأن في فرق. ممكن اجيب انترنالز اصلا في حاجه تانية. الانترنالز برضو واحده، يعني ال 4G69 اللي هو 2.4 مايفيك ده الستروكر فيرجن بتاع ال 4G63، تمام. ان ايه ستروكر فيرجن 2.4 لتر. فانا بقى ممكن ان انا احط له كونكتنج رودز واحط له بيستونز واحطه على ايفو اصلا. هي بتبقى طالما في نفس السيريس بتبقى بارتس كتيره جدا من ضمنهم حتى الانجن بلوك انترتشينجبل. والستروكر ده عن طريق الكرانكشافت. عن طريق الكرانكشافت. في اصلا 4G69 4G64 ده بيكون 2.4 برضو ان اي برضو، بس بيبقى سنجل كام. وفي 4G63 و 4G64 و 4G69 و 4G67 ده بيبقى 1.8 لتر، بس ده نادر جدا. في الجنريشن اللي قبل دول كلهم اللي هو الموتور المقلوب اللي هو بيبقى زي في الايفو 1 و 2 و 3 وزي في اللانسر البطه وزي في الحاجات دي كلها، برضو بيشيلوا نفس الكود بس بيكونوا ايه بيركبوا مقلوب، اورينتيشن مقلوب، بيبقى الفتيس الناحيه الثانيه من البلوك. انت جبت سيره ال 4B11 و 4B12. 4B11 و 4B12 دول الجنريشن الجديد خالص بتوع العربيات اللي هي اللانسر احنا بنسميها في مصر الشرق، تمام. ده بقى الجنريشن الجديد. دول العربيات دي اصلا مش هتقبل الموتور، يعني صعب جدا تقبل الموتور اللي هو ال 4G6 بقى وال 4G18 وال 4G9 92 93 94. كل المواتير دي صعب جدا تركب العربيه دي. ونفس الكلام العكس، ال 4B11 و 4B12 صعب جدا يركبوا العربيات اللي هي ايه في الجنريشن اللي قبل. فنقدر نقول ان دول فيرجن اجدد للعربيات الاجدد، لكن مش بيبدلوا مع بعض. مش بيبدلوا مع بعض. طالما انت خلاص انت عندك عربيه لانسر رالي ارت، لانسر اللي احنا بنسميها شارك، الكلام ده كله انت خلاص انت هتبقى مقيد ب 4B11 و 4B12. بنتكلم مقيد ميكانيكيا ولا كنترولات؟ ميكانيكيا وكنترولات. ما هو هي بتبقى زي ما تقول كده ايه، هي العربيه كده يعني خلاص بيبقى الكمبيوتر بتاعتها كلها بتكلم بعض والكلام ده كله. يعني انا اصلا علشان حتى بس سايفكس صعب جدا اصوب الايفو اكس دي احط فيها موتور 4G63 ومالهاش، لو هلاقي ان انا مالهاش لازمه. انا 4B11 ده موتور ليه افتر ماركت سبورت وليه مميزات عن 4G63 على فكره. الموتور الاويلنج فيه حسنوه جدا عن 4G63 والمواتير القديمه، حسنوا الاويلنج بطريقه ملحوظه. الكولينج احسن بكتير. الالومنيوم بلوك دي الكولينج فيه احسن بكتير. الهيد بيفلو احسن بكتير من 4G63 والكلام ده على الداينو. المايفيك فيه متطور جدا حتى عن المايفيك بتاع الايفو 9. يعني المايفيك بتاع 4B11 على الكامتين متطور جدا جدا جدا. لا موتور حلو. انا ليه اصلا احط 4G63 يعني بنفس البوست ليفلز فرق الباور مختلف. لا هو موتور الصراحه متطور عن ال 4G63. ال 4G63 بيتميز عنه في الايرن بلوك ان هي اقوى، تمام. بس احنا بنتكلم لحد 600 بلس هورس باور بالبلوكه بتاعت بالالومنيوم بلوك بتاعت ال 4B11. لا انا الموتور ده احسن بكتير. طيب والليميتس بتاع الانترنالز بتاع كل موتور فيهم، يعني لو هنبدا من اول ال 1600 العادي اللي في الشارع، انت قلت 170 حصان ده الليميت. بص لا الموضوع ده لازم نتكلم فيه ضروري. ماشي. في بره عربيات بيتكلموا عليها عن اسمها بيسموها بره يعني بس مش اللي ظاهر قدام الناس. الكلمه دي ظاهره في الكومنتس جوه حته داينو كوين. بره بيحصل ايه؟ بيجيب موتور بيبقى فعلا ان اوبن، في ناس مش كدابين وكل حاجه، يحطوه على الداينو خلاص، يفضلوا يحطوا بوست 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 ويطلعوا باور، تمام، ويحطوا لك على الفيديو. بس انت ما عندكش اي حاجه تقول لك ان العربيه دي نزلت في الشارع مشيت شهر شهرين وما اتكسرتش، تمام. فبيحصل ايه؟ ساعات بيبقى بيجي لي ناس فعلا معاها موتور معين يقول لي والله انا عارف الموتور ده بتاع 350 حصان وفي فيديو طلعهم لي. فساعتها بقول له لا طبعا، لا ده هو ده مش ليميت حقيقي، ده مش ليميت واقعي، فاهمني؟ انا موجود، انا موجود، فانت لما هتتكسر هتجيلي تقول لي اتكسرت، فاهمني؟ انما الفيديو ده هتروح تقول له والله انا شفت لك فيديو خلاني اكسر موتوري، مش هتروح تحاسبه. فالليميت دي بتبقى كلمه يعني كبيره قوي واسعه قوي. وهناك برضو في حاجه تانية، هناك عندهم اصلا ريسيرشرز، يعني ناس بيقعدوا يعملوا ريسيرش ان هم يشوفوا كل حاجه الفيلير بوينت بتاعتها فين.
يعني بنتكلم بقى على البي 58 والاس 58 والمواتير الجديده بتاعت العربيات البي ام دبليو دي. تمام. في ناس قاعدين على الداينو قاعدين بيعملوا بوش للمواتير دي عشان يعرف الفيلير بتاع البيستون ده امتى، الفيلير بتاع الرود امتى، الفيلير بتاع الهيد ستاد امتى. عمال يدرس الفيلير بوينت بتاعت كل جزء من اجزاء الموتور. دي حاجه تانية خالص. ده اللي تقدر تتكلم معاه يقول لك الليميت بتاع كل بارت فين، لان ده اصلا قاعد بيدرس الموضوع ده. لكن انا قاعد انا بشتغل على ان على عربيه واحده عايز اخليها من الاخر تنزل وتمشي سليمه. حته الليمتس دي انا هبقى لا مش اكيوريت خالص معاك فيه. خلينا نسميها الليميت السيف الامن اللي انت تمضي على ان العربيه دي خارجه من عندك. مظبوط. الليميت الامن اللي امضي فورج 18 اقدر اقول لك الليميت الامن اللي امضي عليه ده 170 حصان 160 حصان. ده 1600 ال 1600. لما بنروح بعد كده في مواتير اللي هي 4 جي 9. 4 جي 9 دي في منهم فرايتي كبيره قوي. في يعني ايه 4 جي 9 انا اسف؟ 4 جي 9 دي مواتير برضه نزلت في اللانسر والجالنت. دي في منها سنجل كام، نزل منها موتورين ديول اوفر هيد كام. 4 جي 92 ده نزل سنجل كام 1600 عادي خالص، غير ال 4 جي 18 1600 سنجل كام برضه. وعلى فكره البارتس بينهم وبين بعض مش انترتشينجبل. تمام. وفي 4 جي 92 ديول اوفر هيد كام مايفيك. ده بيسموه ميتسوبيشي's بي سيريز بتاعت الهوندا. ده ديول اوفر هيد كام. في مايفيك ديوريشن وليفت زي الهوندا عامل زي الفيتك بالظبط. ده بيطلع 170 حصان. تمام. في بعدها 4 جي 93. تمام. ده برضو في منه نسخه سنجل كام. تمام. 1800 سي سي سنجل كام. وفي منه نسخه ديول اوفر هيد كام عاديه ان ايه، وفي منه نسخه ديول اوفر هيد كام تربو. ده نزل في عربيه اسمها لانسر جي اس ار. دي عربيه 1800 سي سي تربو دفع رباعي. تمام. الموتور ده اللي في عربيتي الشخصيه، يعني ده الموتور ده في الكولت بتاعتي. كنت عامله فرانكشتاين حاطط عليه السلندر هيد بتاع الفور جي 92 مايفيك اللي هو اللي بيسموه ميتسوبيشي's بي سيريز. خدت السلندر هيد ده حطيته على الموتور 1800 تربو. تمام. عامل زي فرانكشتاين كده لذيذ. ودول الليميت العملي بتاعهم كام؟ دول الليميت العملي بتاعهم 300 حصان برضه 350 حصان. ليه في المواتير دي اشهر ناس بيشتغلوا فيها في ماليزيا. المواتير دي لما بتحط المايفيك عليهم الكامه بتاعت المايفيك بتساعدك ان انت تفتح ريف ليميت، وبتساعدك ان انت تليميت التورك، فالباور يطلع ايه متاخر ويطلع اعلى من التورك، فبتقدر توصل ل 300 حصان. بس لو انت بتتكلم ان عربيه مثلا 4G69 مايفيك 300 حصان، وعربيه 4G92 مايفيك او 4G93 تربو ايا كان 300 حصان، لا التورك في 2.4 هيبقى اعلى بكتير. تمام. وبالتالي العربيه تبقى اسرع. بس هم بيشاركوا نفس الهورس باور نمبر. بس الليميت بتاعهم هو 350 حصان. عندنا بعد كده ال 4G6 المايفيك ال NA ده بيبقى برضه رينج 300-350. وبعد كده موتور الايفو ده الامان بتاعه بس الامان بتاعه بكامات. لو هتحط له كامات الامان بتاعه 450 حصان من غير ما تفتح البلوكه تحت. من غير ما تفتحه خالص مش هتعرف اصلا. ما دي في عربيه شخصيه، في عربيه عملناها طلعت 380 ويل هورس باور. دي كانت ايفو. دي بالكامات بكل حاجه الستوك خلاص. يعني البوست مش يعني انت بتنفخ السلندر هيد، فتحه الفالف خلاص مش قادره تدخل اكتر من كده، فهو هيخنق معاك السلندر هيد هيخنق معاك قبل ليميت البلوك اساسا. ما بيقابلكوش فالف فلوت ولا اي حاجه؟ لا بيقابلنا فالف فلوت طبعا. بيقابلنا فالف فلوت بس لا الفالف سبرينجز حلوه في المواتير ال 4G6 كلها حلوه طول ما انت لسه في الريف ليميت الستوك. لما هتبتدي تفتح الريف ليميت شويه بيحصل فالف فلوت. بس برضو انت بتتكلم ان انت عايز ريف ليميت، فانت عايز تحط كامات، فانت وانس ان انت حطيت كامات حط كامات وفالف سبرينجز وخلاص. بس المرسيدس دي كانت اساسا سوبر تشارج. احنا اللي من عندنا اقترحنا لا بلاش سوبر تشارجر، خلينا في التربو. عايزين نسال نفسنا سؤال مهم قوي. ليه صحاب عربيات الاي 30 بالذات ماشي اتجهوا للاربعه سلندر؟